بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. أحييكم ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم عاشوراء بين النصب والولاء. أعظم الله أجوركم أحبتي في هذه الأيام التي هي أيام العزاء لأهل البيت عليهم السلام بمصاب مولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه وأهل بيته الأطهار الذين استشهدوا معه وأصحابه الميامين. أحبتي، سوف نناقش في حلقة اليوم موضوع في غاية الأهمية، موضوع تناولته طبعا أيدي علماء الأمة من مدة طويلة جدا، ألا وهو سبي نساء أهل البيت عليهم السلام. هذا الموضوع كثير ما حرك أقلام العلماء وكتبوا فيه الكثير، واتفق الأغلب العلماء بأن موضوع السبي بشكل عام لا يجوز في الإسلام، سبي النساء. أما عن سبي نساء أهل البيت والذراري كذلك عليهم السلام، كذلك كانت وصمة عار في جبين من قام بها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي ضيفي العزيزين عبر سكايب من المملكة العربية السعودية، فضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف، داعية إسلامية. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيدي، وحيا الله ضيفك، وحيا الله هذه القناة. حياك الله شيخ أبو عائشة. وأيضا أرحب بضيفنا معنا من العراق سماحة السيد ميثم الموسوي، باحث إسلامي. السلام عليكم سماحة السيد. ما يسمع صوت الأستاذ يونس غير فقط صوت أبو عائشة الآن موجود. الآن تسمعني سيدنا؟ أستاذ يونس ما أسمع صوتكم من الاستوديو. طيب لا بأس، على كل إن شاء الله سوف أعود إليك بعد أن تحل هذه المشكلة، مشكلة الصوت. نبدأ معكم سماحة الشيخ أبو عائشة، موضوع سبي نساء أهل البيت عليهم السلام. ماذا تقولون في سبي نساء أهل البيت بعد طبعا واقعة عاشوراء وأخذ النساء أسارى إلى عبيد الله بن زياد، تم إرسالهم إلى يزيد في الشام؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه. أما بعد، فما ذكر من سبي حرم الحسين هذا غير صحيح جملة تفصيلا، وهو باطل. وابن تيمية رحمة الله عليه قد وضع النقاط على الحروف، فقال رحمه الله تعالى: وأما ما ذكر من سبي نسائه والذراري والدوران بهم في البلاد وحملهم على الجمال بغير أقتاب فهذا كذب وباطل، لأن المسلمون ما سبوا هاشمية قط ولله الحمد، ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي بني هاشم قط. ولكن يقول أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا، كما تقول طائفة منهم أن الحجاج قتل الأشراف يعلون بني هاشم. وفي الجملة يقول أيضا: فما يعرف في الإسلام أن المسلمين سبوا امرأة يعرفون أنها هاشمية. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يتكلم في هذا الكلام ويبين أن هذه فرية افتريت على دولة بني أمية، وأن نساء الحسين سبوا. لا والله، نساء الحسين لم يسبوا، ونساء الحسين تعامل معهم معاملة طيبة وجميلة. والدليل على أن المعاملة كانت طيبة وجميلة أن يزيد لما وصلوا إليه جعل لهم مكانا في قصره، وأيضا كانوا يبكون على الحسين، وكانوا يعني يحزنوا على الحسين. وهذا دليل على أنه لم يفعل معهم إلا كل خير. وأيضا حتى الذين تكلموا في حضرة يزيد مثل علي بن الحسين وغيره، هذا يدل على أن الكرم كان موجودا. فكيف يسبون نساء النبي؟ وكيف يسيئون نساء النبي؟
وكيف يسيئون لحرم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمة كلها في آل بيته. قال عليه الصلاة والسلام في غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فالذين يقولون أن يزيد قد مثل في حرم الحسين أو أنه أساء التعامل معهم وأنه فعل بهم وفعل، فهذا غير صحيح لا من قريب ولا من بعيد. فإن الذي حصل بعد ما انتهت كربلاء وأخذ حرم الحسين إلى يزيد معززات مكرمات، ولم ينقل إلينا أنهن كان يسرن بهن على الجمال وكان يدور بهن على، لا والله، هذا ما يفعله كافر مع نساء النبي، فكيف بمن يؤمن بالله وبرسوله صلى الله، وأيضا هم من آل البيت أو من أنساب النبي عليه الصلاة والسلام. فيزيد بن معاوية من أنساب النبي عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، فكيف يسيء لحرم النبي وكيف يسيء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل معهن هذه الأمور؟ هذا غير صحيح. فكل ما ورد من أنه أساء التعامل أو أساء غير ذلك فهذا غير صحيح. إنما الذي حصل أنه ولله الحمد والمنة لم يحصل إلا احترام وتقدير من قبل يزيد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. يعني شيخ أبو عائشة، يعني أنت استدللت فقط بما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة، صحيح؟ نعم. ولكن هو نفسه في نفس الكتاب ونفس الجزء منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 567 يعني يذكر كلام يناقض فيه نفسه. يعني أنا أنقل لك الكلام أنه هذا هو البغض لآل محمد بلا ريب، وكان ذلك من فعل الكفار بمعاونة الرافضة وهم الذين سعوا في سبي الهاشميات ونحوهم إلى يزيد وأمثاله. هو نفسه يذكر. لا 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 لا، غير صحيح. لا يذكر هكذا؟ دقيقة، ابن تيمية رحمة الله عليه ليس فيه تناقض في كلامه. هو هكذا يذكر. طيب هو هكذا يذكر. دقيقة سأبين لك. يقول: ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وهم سعوا في مجيء التتر الكفار إلى بغداد دار الخلافة حتى قتلت الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله تعالى من بني هاشم وغيرهم، وقتلوا بجهات بغداد 1000 1800 ألف ونيفا و70 ألف، وقتلوا الخليفة العباسي وسبوا النساء الهاشميات وصبيان الهاشم. يتضح من كلام ابن تيمية يقول أن الكفار هم الذين سعوا في سبي الهاشميات، فهذا هو لا يقول المسلمين، هو يقول الكفار، ويقول أن الرافضة هم الذين سعوا وأتوا بهؤلاء التتر الكفار إلى بغداد، وتسببوا الرافضة في سبي نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يتضح أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الكفار ولم يقل أن المسلمين، فهناك يعني تنفي هذه التهمة عن المسلمين، وهنا يقول أن الكفار سعوا في ذلك. فالكفار لا يفرقون بين بني هاشم وغيرهم، فكلهم عندهم من أهل الإسلام الذي يجب قتلهم وسبيهم. فأين التناقض؟ ما في تناقض. طيب شكرا شيخ أبو عائشة، أعود إليك بعد قليل. لا أدري سمعت السيد تسمعني الآن؟ طيب سيد ميثم تسمعني؟ ألو أستاذ يونس تسمعني؟ أنا أسمعك بشكل جيد، يعني إذا كنت تسمعني تفضل. طيب أبو عائشة أنا أسمع صوتك. إذا شيخ أبو عائشة سيد ميثم يقول لك يونس تفضل أجب على ما قلت. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. طيب اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا كلام التتار وغزو التتار هذا مردود عليه، ورد عليه البروفيسور سعد بن حذيفة الغامدي في كتابه نظرة حاسمة لفترة من تاريخ أمتنا، وبرأ ساحة ابن العلقمي وغيره من مسير من هذه الأكاذيب التي ينسجها ابن تيمية وغير ابن تيمية. نعم.
هذه نقطة. النقطة الأخرى، الآن السؤال: إذا كان يزيد ابن معاوية وجيش يزيد لم يسبي نساء الحسين عليه السلام، نعم، طيب كيف وصلوا إلى الشام وبأمر من؟ وهل عندما علم يزيد رجل دولة، والدولة لها حدود، دولة هو كان خليفة المسلمين باعتقادكم، طيب فكيف يدخل هؤلاء إلى دولته أو يسيروا باتجاه دولته وما يعلم بهم؟ طيب حينما علم بهم أنه جيء بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنساء أهل البيت، لماذا لم يبعث لهم من يوقفهم في الطريق ويرجعهم إلى أهلهم مكرمين معززين مكرمين؟ لماذا تركهم حتى دخلوا الشام؟ ماذا تسمي هذا الفعل؟ ماذا تسمي هذا الفعل؟ يزيد علم بمجيئهم أم لم يعلم؟ طيب هذه النقطة. النقطة الأولى الثانية أنه ابن تيمية يقول ما وقع سبي على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال: ماذا كانوا يفعلون؟ لماذا ذهب بهم إلى الشام؟ وبأمر من ذهبوا إلى الشام؟ نعم، إذا في عندك دليل قدمه. تنفي ذهابهم إلى الشام، انفيه. طيب بأمر من تحركوا إلى الشام؟ بأمر من وصلوا إلى الشام؟ تفضل شيخ أبو عائشة. أجب شيخ أبو عائشة، تفضل. طيب، أولا كما هو معلوم أن كل الأخبار الكاذبة التي تقول أن رأس الحسين عرض بين يدي يزيد، أو أن حرم الحسين ونساءه أهينوا في مجلس يزيد، هذا كله غير صحيح. والذين أوصلوهم إلى الشام هم الذين كانوا في المعركة، يعني أوصلوهم إلى هناك وادخلوهم على يزيد. نعم. ولهذا مما يروى من طريق عن فاطمة بنت علي قالت: لما جلسنا، هذا عن طريق أبي مخنف، فعندما وصلوا إلى يزيد ودخلوا عليه ماذا فعل بهم؟ أكرمهم وأحسن وفادتهم وأنزلهم في أجمل مكان في قصره، بل إنه جعلهم يعني يحزنون على الحسين ويبكون ولم يعترضهم. وهذا دليل على الكرم الذي، وأيضا على حسن التعامل مع حرم النبي عليه الصلاة والسلام. قضية من أوصلهم إلى الشام هذه ليست ذات أهمية. قد يكون ذهبوا لأنفسهم، ذهبوا مع علي بن الحسين، ذهبوا مع من آل البيت مثلا. لماذا ليذهبوا إلى الشام؟ طيب شيخ أبو عائشة، ما السبب الذي يدعهم يذهبون إلى الشام وإلى قصر يزيد؟ لأنهم يعلمون أن يزيد هو قريب لهم في النسب، وأن يزيد لن يتعامل معهم إلا تعامل حسن، فلن يسيء معاملتهم ولن يعني يعتدي عليهم ولن لأجل ذلك ذهبوا إلى يزيد إذن. نعم، طيب. لأنه أقربهم نسبا، وأيضا لا أعتقد أن مسلم سيسيء تعامله مع حرم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقول بذلك مسلم. جيد، هنا أشكرك. سيد تسمعني أم لا؟ انتهيت؟ تفضل يا سيد ميثم. نعم، قل له شيخ أبو عائشة، قل له يبدأ. أنا تفضل. طيب اللهم صل على محمد. تفضل يا سيد ميثم، الجواب عندك. الجواب عندي إن شاء الله. الجواب عندي. هذا في مجمع الزوائد وبسند الصحيح، والرجال كلهم ثقات على الشاشة. يقول: أبى الحسين عليه السلام أن يستأسر فقاتلوه وقتلوا بنيه وأصحابه والذين قاتلوا معه بمكان يقال له الطف، وانطلق بعلي بن الحسين أمامك على الشاشة وفاطمة بنت الحسين وسكينة بنت الحسين إلى عبيد الله بن زياد، وعلي يومئذ غلام قد بلغ، فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية، فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره لئلا ترى رأس أبيها. ما وضع قدام رأس، لا، وذوي قرابتها، وعلي بن حسين عليه السلام في غل، فوضع رأسه فضرب على ثنيتي الحسين، فقال: نفلق هاما من رجال أحبة إلينا وهم كانوا أعق وأظلما.
يقول رواه الطبراني ورجاله ثقات. وابن كثير كذلك رواه في النهاية. بعد إخواني الأعزاء الأفاضل مشاهدينا الكرام، عند ابن الجوزي بسند صحيح في الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، يقول ابن الجوزي: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك وهو ثقة، أنبأنا أبو الحسن بن عبد الجبار أيضا ثقة، قال أنبأنا الحسين بن علي الطناجيري، حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي قال: نحرت الإبل التي حمل عليها رأس الحسين وأصحابه فلم يستطيعوا أكلها، كانت لحومها أمر من الصبر، فلما وصلت الرؤوس إلى يزيد، نفس شغلة أبوه، يعني رجل تبع الرؤوس كما حمل إليه رأس عمرو بن الحمق الخزاعي، وهو أول رأس مسلم يحمل أو يهدى في الإسلام، الصحابي الجليل. يقول: فلما وصلت الرؤوس إلى يزيد جلس ودعا بأشراف أهل الشام فأجلسهم حوله، ثم وضع الرأس بين يديه وجعل ينكت بالقضيب على فيه ويقول: نفلق هاما من رجال عزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. طيب، نعم. الشيخ أبو عاشة يقول إنه ما ذهبوا إلى الشام. شوف هذا في كتاب الذهبي سير أعلام النبلاء. هذا الذهبي تلميذ ابن تيمية يتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام، يقول: قتله رجل مدحجي وحز رأسه ومضى به إلى عبيد الله بن زياد فقال: أوقى الركاب فضة أو ذهبا، إلى أن يقول: وإنما المحفوظ إن ذلك كان عند عبيد الله. فقال أبو برزة: ارفع قضيبك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاه على فيه. قال: وسرح عمر بن سعد بحريمه وعياله إلى عبيد الله، ولم يكن بقي منهم إلا غلام كان مريضا مع النساء، فأمر به عبيد الله ليقتل، فطرحت عمته زينب عليه وقالت: لا يقتل حتى تقتلوني، فرق لها وجهزهم إلى الشام. فلما قدموا على يزيد جمع من كان بحضرته وهنؤوه. ماذا؟ هنؤوه. هذا من الذهبي يقول دخل إلى الشام عليه وهنؤوه. فقال رجل أحمر أزرق ليزيد ونظر إلى صبية منهم فقال: هبها لي يا أمير المؤمنين. فقال زينب: لا ولا كرامة لك إلا أن تخرج من دين الله. فقال له يزيد: كف. طيب، ثم أدخلهم إلى عياله فجهزهم وحملهم إلى المدينة. هذا من المتكلم؟ هذا المتكلم الذهبي تلميذ ابن تيمية. طيب، فكيف تنكر مثل هذه المسألة التي ثبتت عند الجميع؟ طيب، نفس الكلام ينقل ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، طيب، يذكر هذه المسألة مثل ما ذكرها الذهبي. هذا ابن كثير أمامك. نعم. يقول ابن كثير في كتابه هذا البداية والنهاية أخوان الأعزاء، ويتكلم به عن مقتل الإمام الحسين عليه السلام، يتكلم ويصحح ويقول: ليس كما تدعي الرافضة، يعني عند هذا هو الصحيح من الكلام. يقول: فلما دخلت النساء على يزيد قالت فاطمة بنت الحسين عليهما السلام، وكانت أكبر من سكينة: يا يزيد بنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا. فقال يزيد: يا بنت أخي، أنا لهذا كنت أكره. طيب، هؤلاء تلاميذ ابن تيمية وبعلم التاريخ والحديث حتى أعلم من ابن تيمية كالذهبي وغير الذهبي. بعد من يا أخوان الأعزاء؟ هذا ابن أبي حاتم، هذا العالم الرجال الكبير الخبير بالرجال. نعم. أيضا يذكر هذه المسألة. طيب، ويصف ما فعل بعيال الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله أعرض لكم كلامه على الشاشة. هذا ابن أبي حاتم، هذا أمامكم على الشاشة أخواني الأعزاء. نعم. هذا كتابه السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. طيب، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء منين؟
يقول السيرة النبوية هي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه من الثقات. جيد. يقول فكانوا إذا نزلوا منزلا أخرجوا الرأس من الصندوق وجعلوه في رمح وحرسوه إلى وقت الليل، إلى أن يقول فأشرف على القوم وقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن أهل الشام. فقالوا رأس من هذا؟ قالوا رأس الحسين بن علي. قال بئس القوم أنتم، بئس القوم أنتم. يقول ثم أدخل الصندوق وشالوا إليه الرأس فغسله الديراني ووضعه على فخذه، إلى أن يقول ثم لما قربوا من دمشق قالوا نحب أن نقسم تلك الدنانير، هذول أتباع يزيد الذين كانوا يحملون الرؤوس. طيب ثم رموا بها، الله سبحانه وتعالى سخط على هؤلاء حولها إلى خزف. يقول ثم أركب الأسارى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء والصبيان أقتابا يابسة مكشوفات الشعور وأدخلوا إلى دمشق كذلك. فلما وضع الرأس بين يزيد ابن معاوية جعل ينقر ثنيته بقضيب كان في يده ويقول ما أحسن ثناياه. ثم يقول ذكرت كيفية هذه القصة إلى آخر كلامه. طيب كيف تنكر هذه الأمور المسلم بها عند أهل التاريخ؟ سيد ميسم إذا تسمعني أنا أشكرك. حتى الشيخ ابن باز يسلم بإرسال رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى يزيد ابن معاوية، يسلم بهذه المسألة. طيب سيدنا إذا تسمعني هذه المسألة أبو عائشة قل للسيد أن الوقت انتهى، نذهب إلى فاصل. أبو عائشة لو سمحت. سيد ميثم حان وقت الفاصل. طيب الآن مشاهدينا الأعزاء نذهب إلى فاصل، وأعتذر على طبعا ضعف الصوت، إن شاء الله سوف تحل المشكلة بعد قليل، ابقوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الأعزاء، نكمل معكم على بركة الله. بإمكانكم مشاركتنا برسائلكم، طبعا رقم الإيمو يظهر في أسفل الشاشة، الأرقام في أسفل الشاشة لمن يريد المراسلة وكذلك المشاركة بالمداخلة. أجدد التحية لضيفي العزيزين سماحة السيد ميسم وسماحة الشيخ أبو عائشة، حياكم الله، أهلا وسهلا بكما. حياكم الله أستاذ. الآن صوتك جيد الحمد لله. تسمعاني بشكل جيد الآن؟ نعم إن شاء الله. الحمد لله. طيب شيخ أبو عائشة، إذا شاهدنا يعني أن الكثير من العلماء يعترفون بالسبي كابن كثير والذهبي وغيرهما حتى بوصول الرأس إلى يزيد، ماذا تقول؟ أقول هذا كله غير صحيح، كله غير صحيح. ما الدليل على أنه غير صحيح؟ الدليل أن يزيد رحمه الله توجع بقتل الحسين، توجع وتأثر. عندما انتهت المعركة كتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية رحمه الله يخبره بما حدث ويستشيره في شأن أبناء الحسين ونسائه. اسمع، يستشيره ماذا نفعل بهم. فلما بلغ الخبر إلى يزيد بن معاوية بكى على قتل الحسين وقال كنت أرضى من طاعتهم أي أهل العراق بدون قتل الحسين. يعني هو ما أراد قتل الحسين ولا رغب في قتله. ثم قال لعن الله ابن مرجع، لعن ابن زياد. هذا يعني بإيه؟ يقول لعن الله ابن مرجع لقد وجده بعيد الرحم منه، يعني ما بينه قرابة. الحسين قريب من يزيد رحما ونسبا وصهرا، فهو يقول لما وجده بعيد الرحم عنه قال أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه. هذا يزيد يقول لو أني أنا صاحبه لعفوت عنه. ثم أين موجود هذا الكلام شيخ أبو عائشة؟ أين موجود هذا الكلام؟ هذا في تاريخ الطبري الجزء الخامس صفحة 393. طيب في تاريخ الطبري. طيب في سند كل رجاله ثقات، في سند كل رجاله ثقات. يقول بعد ذلك يقول يزيد ماذا؟ يقول فرحم الله الحسين، يترحم على الحسين، فرحم الله الحسين. هذا أوردها الطبري في تاريخ الجزء الخامس صفحة 393، وأيضا البلاذري في أنساب الأشراف الجزء الثالث من 219 إلى 120 بسند حسن. وفي رواية أنه قال أما والله لو كنت صاحبه ثم لم أقدر على دفع القتل عنه لا ببعض عمري لأحببت أن أدفعه عنه. هذا الجوزفاني أو الجوزقاني في الأباطيل والمناكير الجزء الأول 265 بسند كل رجاله ثقات.
فجاء رد يزيد على ابن زياد. ماذا رد عليه يزيد؟ رد عليه قائلا: آمرك بإرسال الأسارى إلي. فبادر ذكوان أبو خالد فأعطاهم 10,000 درهم فتجهزوا بها. هذا في كتاب الطبقات لابن سعد. يعني أن يزيد طلب من عبيد الله بن مرجانة أن يرسل له نساء الحسين وحرمه. فذهبوا إلى يزيد معززين مكرمين. ومن هنا يعلم أن ابن زياد لم يحمل آل الحسين بشكل مؤلم، أو أنه حملهم مغللين كما ورد في بعض الروايات التي ذكرها سيد ميتم. هذه كلها غير صحيحة ولم يثبتها أحد من أهل الإسلام. بل الثابت والصحيح أن يزيد هو من طلب من ابن عبيد الله أن يرسل له نساء الحسين معززات مكرمات. وكان رد يزيد على ابن زياد كان مخالفا لما يطمع إليه ابن زياد، حيث كان يطمع بأن يقره يزيد على الكوفة، فلم يقره على عمله، بل سبه ونال منه بسبب تصرفه مع الحسين. وهنا يكون الداعي أكبر لأن يحمل ابن زياد هذا الحسين على صورة لائقة لعلها تخفف من حدة وغضب يزيد عليه. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة الجزء 4 صفحة 559 يذكر أن السبي وهذا كله باطل وغير صحيح ولم يحدث من ذلك من شيء، وكل ما ورد كله باطل وسواليف وليس عليها الدليل. يقول ابن تيمية، لأن ابن تيمية يقول: ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبي بني هاشم، ولكن كان أهل الجهل والهوى يكذبون كثيرا. يعني هناك فرق من حكم عداوتها ليزيد وبغضها لدولة بني أمية يأتون بمثل هذه المناكير، مثل هذه الأباطيل، ومثل هذا الأشياء غير ثابتة ويدعونها في يزيد وهي غير صحيحة. يقول: ولما دخل، هذا في تاريخ الطبري الجزء 5 صفحة 464. ماذا يقول؟ طبعا عن طريق عوانة. يقول: ولما دخل أبناء الحسين على يزيد قالت فاطمة، اسمع ماذا قالت فاطمة بنت الحسين. قالت فاطمة بنت الحسين: يا يزيد، أبنات رسول الله سبايا بل حرائر كرام. قال يزيد رحمه الله: بل حرائر كرام. أدخلي علي بنات عمك، أدخلي على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلت. قالت فاطمة: فدخلت إليهن فما وجدت فيهن سفيانية إلا ملتزمة تبكي. هذا في تاريخ الطبري. طيب هنا أريد أن أتوقف معك شيخ أبو عائشة، شكرا لك. سماحة السيد ميسم، يعني نحن نشاهد أن ابن كثير والذهبي وابن سعد في الطبقات يعترفون بالسبي وبوصول الرأس كذلك، وابن تيمية طبعا يقول أن هذا الكلام غير صحيح أبدا. ما ردكم؟ طيب، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. أولا الرواية الأولى التي جاء بها من تاريخ الطبري كما يقول المحقق، هذا في كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، هذا اللي يقول لو عفوت عنه. هنا في الهامش أمامكم يقول، هذا الهامش رقم 2، هذه الرواية يقول: في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. لوط بن يحيى عندكم تالف هالك. طيب، يعني لا تصح. حتى الرواية التي جاء بها قبل قليل هي رواية غير صحيحة. ثانيا، يعني يا أخوان، الآن هو يقر بإدخال أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نساء أهل البيت، إلى يزيد، على يزيد ابن معاوية. بالله عليك، بالله عليك، لو كان هذا الفعل فعل بعائشة أو بإحدى بنات الصحابة، تدخل بعد أن يقتل أهلها، تدخل إلى مجالس الرجال، تقبل؟ طيب، يزيد ما علم أن هذه نساء النبي، كيف يسمح بدخولهن إلى مجلسه أمام الأجانب بأي عذر؟ يعني حتى العذر الذي تأتي به أو الجواب الذي تأتي به ينقلب عليك لا لك. أرجع إلى كلام ابن تيمية. ابن تيمية يكذب بالمسلمات. ابن تيمية هنا
في كتاب منهاج السنة النبوية، هذا أمامكم على الشاشة أخوان الأعزاء. أرجو أن تعطيني وقت بسيط أستاذنا الفاضل تفضل. أستاذ يونس، تفضل. حتى أبين الحقيقة، يعني الكلام مهم جدا. يقول، يرد على العلامة ابن المطهر الحلي، يقول: وأما ما ذكره من سبي نسائه والذراري والدوران بهم في البلاد وحملهم على الجمال بغير أقتاب فهذا كذب وباطل. ما سبى المسلمون ولله الحمد هاشمية قط، ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول: ما سبيت هاشمية قط، ولا استحل المسلمون ولا استحلت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبي نساء بني هاشم قط. ليس هذا الكلام فقط، بل عنده أكثر من هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. عنده يقول أيضا، إن شاء الله الصوت واصل. نعم واصل سيدنا، تفضل. نعم الحمد لله رب العالمين. الآن أيضا عند ابن تيمية، وفي كتاب مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى ابن تيمية، يذكر هذا الكلام أمامكم إن شاء الله على الشاشة. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يذكر وهو يحاول أن ينكر أيضا مسألة السبي. مسألة السبي ينكرها ابن تيمية. طيب، هنا يقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. هذا أمامكم على الشاشة. نعم، هذا أمامكم على الشاشة. يقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول النص من هنا، يقول: كانوا يرحلون النساء مجردات بادي أبدانهن، بل غاية ما يظهر من أن المرأة المسبية وجهها أو يداها أو قدمها، ولم يعلم في الإسلام أن أهل البيت سبي أحد منهم سبى أحدا منهم من المسلمين في وقت من الأوقات. جيد. مع العلم بأن من أهل البيت، مع العلم بأنهم من أهل البيت، اللهم إلا أن يقع ذلك في أثناء ما تسببه المسلمون. أيضا ينكر ابن تيمية، ينكر مسألة السبي. طيب، الآن وهو ينكر مسألة السبي إخواني الأعزاء، وهذا من الغريب العجيب ومن غرائب وعجائب ابن تيمية. هذا أيضا في كتابه مجموع فتاوى ابن تيمية. في نفس الكتاب يعني يذكر كلام ابن تيمية، أنا ما أدري والله. يعني الآن ما أعرف من هو ابن تيمية. يقول: هذا مجموع فتاوى ابن تيمية أخواني على الشاشة، اقرأ، اسمعوا معي. يقول: ولا يعلم في خلافة عبد الملك والحجاج نائبه على العراق أنه قتل أحد من بني هاشم. والذي يذكر لنا السبي أكثر ما يذكر في مقتل الحسين وحمل أهله إلى يزيد، لكنهم جهال بحقيقة ما جرى، حتى يظن الظان منهم أن أهله حملوا إلى مصر وإنهم قتلوا بمصر، وإنهم كانوا خلقا كثيرا، حتى إن منهم من إذا رأى موت عليهم آثار القتل قال: هؤلاء من السبيل الذين قتلوا. وهذا كله جهل وكذب. والحسين رضي الله عنه ولعن من قتله ورضي بقتله، قتل يوم عاشوراء عام 61، وكان الذي حض على قتله شمر بن ذي الجوشن لعنة الله عليه. نعم. صار يكتب في ذلك إلى نائب السلطان على العراق عبيد الله بن زياد. عبيد الله هذا أمر بمقاتلة الحسين نائبه عمر بن سعد بن أبي وقاص، بعد أن طلب الحسين منهم ما طلب أحد المسلمين، لم يجئ معه مقاتلة، فطلب منهم أن يدعوه إلى أن يرجع إلى المدينة أو يرسلوه إلى يزيد ابن عمه أو يذهب إلى الثغر يقاتل الكفار، فامتنعوا إلا أن يستأسر لهم أو يقاتلوه، فقاتلوه حتى قتلوه وطائفة من أهل بيته وغيرهم، ثم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى دمشق. نعم. حملوا ثقله وأهله، النساء والأطفال، طيب، إلى يزيد بن معاوية. ماذا تسمي هذا الفعل؟ ماذا نسمي هذا الفعل؟ بماذا نسمي؟ أنا أسأل الآن، بماذا نسمي هذا الفعل؟ حمل الثقل والأهل إلى من؟ إلى يزيد ابن معاوية. يقول إنه رأس الحسين ما ذهبوا به إلى يزيد، هذا كذب. تفضل، هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
هذا في كتابه مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول السؤال الثالث، يقول السائل: كثر الكلام كلام الناس واختلف حول قبر سيدنا الحسين عليه السلام، أين مكانه؟ وهل يستفيد المسلمون من معرفة مكانه بالتحديد؟ الجواب: يتكلم كلام كثير، والصواب إن الذي في مصر ليس قبرا له، بل هو غلط، وليس به رأس الحسين، وقد ألف في ذلك بعض أهل العلم وبينوا أنه لا أصل لوجود رأسه في مصر ولا وجه له ذلك، وإنما الأغلب أنه في الشام. طيب. لأنه نقل إلى يزيد بن معاوية وهو في الشام، فلا وجه للقول بأنه نقل في مصر، فهو إما حفظ في الشام في مخازن الشام، وإما أعيد يعني من بعد ذهابه إلى الشام أعيد إلى جسده في العراق. هذا من القائل؟ ابن باز. يعني الآن ابن تيمية نفسه يرد على ابن تيمية إخوان. طيب. وما نعرف من هو منهم ابن تيمية. طيب. أشكرك هذا ابن باز. سيد ميسم عزيزي، أشكرك، أعود إليك بعد قليل. طبعا شيخ أبو عائشة وضيفي العزيزين، رسالة وصلتنا طبعا من الدكتور أحمد حسين من لندن، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله. يقول أن ابن تيمية مرة أخرى ينفي سبي نساء آل البيت، وهو مولود بعد سنة 600 من الهجرة، يعني حوالي 661 كما يذكر. أولا، ابن تيمية لم يكن شاهد عيان على الحوادث. ثانيا، ابن تيمية لم ينزل عليه الوحي ليخبره بما حدث. ثالثا، هو في استنتاجه هذا يخالف الكثير من فقهاء ومؤرخي المسلمين من المذاهب الإسلامية المختلفة مثل الحنيفية والشافعية والمالكية والحنابلة. إذن هو رأي ابن تيمية الشخصي، وهو لا يساوي شيء عند من لا يصدق ابن تيمية، وهم الغالبية من أهل السنة. أما عن الذهبي وابن كثير والشيخ ابن باز الذين وثقوا سبي نساء النبي، فهل الذهبي وابن كثير وابن باز من الكذابين؟ هل هم من أهل الجهل والهوى؟ ما قولكم شيخ أبو عائشة؟ الحمد لله. يعني أنت تقارن الذهبي وابن كثير يا دكتور أحمد، تقارنهم بابن تيمية؟ سبحان الله، سبحان الله. يعني هذا ظلم، ظلم لشيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء من تلاميذه وتعلموا عليه، فمتى يكون الذهبي وابن كثير أفضل وأعلم؟ لا لا يا رجل، هذا غير صحيح. يقول لي ابن تيمية نعم، ابن تيمية مولود سنة 600 وعليها. يعني هل هذا يمنع من بحثه عن هذا التاريخ ويدونه بأسانيد معلومة ومعروفة فيأتي بها كما وصلت إليه بسند صحيح؟ وحاشا ابن تيمية أن يكذب في نقله، لأنه الوحيد الذي نقل لنا مقتل الحسين بكل دقة وحيادية وبكل تجرد وبأسلوب علمي رصين وبأمانة علمية. ولكن الذهبي وصفوه بالحافظ، ولكن ابن تيمية لم يوصف كذلك. شيخ الإسلام يا أستاذ يونس، شيخ الإسلام وصف بأنه شيخ الإسلام، فماذا يكون في شيخ الإسلام إلا العلم والحفظ والفهم وكل شيء؟ ولكن يوجد من يناقضه، يعني الذهبي وابن كثير وابن باز يعني يخالفوه في هذه المسألة، فالناس من سوف تصدق؟ الحق مع ابن تيمية. كل من خالف ابن تيمية أو ناقض ابن تيمية يكون الحق مع ابن تيمية، حتى ولو كان تلميذ ابن تيمية، حتى ولو كان تلميذ ابن تيمية، حتى ولو كان أعلم علماء الدنيا. عندما يأتي ابن تيمية بمسألة ويقول لي كذا وكذا، ويأتي غيره ويقول له قل لا، الحق مع ابن تيمية، لأن ابن تيمية يأتي ويتكلم عن المسألة ويرد بها على المبتدعة، يرد بها على الرافضة، يرد بها على المتكلمين، يؤصلها تأصيل شرعي لا يخلو من قال الله قال رسوله قال الصحابة. حتى لو كان مسلم صاحب الصحيح، صحيح مسلم، حتى لو كان البخاري ومسلم. البخاري ومسلم محدثين، أنا أتكلم عن ابن تيمية موسوعة علمية في الحديث، في التفسير، في التاريخ، كل شيء. ابن تيمية هو المقدم عندي أنا، مقدم على كل أحد، مقدم على البخاري، مقدم على مسلم، في كل شيء. ابن تيمية أصلا الأمة كلها ترجع إليه، كل العلماء وكل الدعاء يرجعون إلى ابن تيمية في اختياراته. لما يقول لك ابن تيمية اختار، يذهبون مع ابن تيمية في اختياراته. أيضا حتى أعداؤه الذين عادوه
اعترفوا بما لا يدع مجال لشك أن الحق مع ابن تيمية، وكل اختيارات ابن تيمية في الغالب صحيحة. طيب شيخ أبو عائشة، إذا مسلم بن الحجاج ضعف حديثا أو صحح حديثا وابن تيمية ضعفه، يعني بمن نأخذ؟ نأخذ ابن تيمية، لأن ابن تيمية متمرس. ابن تيمية متمرس في هذه الأمور. ابن تيمية علم من شيخ الإسلام يا رجل، شيخ الإسلام، شيخ طيب يعني شيخ أبو عائشة، الآن احنا نصدق من؟ نصدق ابن تيمية على علميته وموسوعيته واختياراته. ولهذا يقول العلماء أن كل ما اختاره ابن تيمية في مسائله وفيما اختاره في الأمور التي تعرض عليه، أن ابن تيمية غالب اختياراته كلها صحيحة، كلها صحيحة، لأنها مدعمة في الدليل من الكتاب والسنة. وليس هو الوحيد الذي قال أن يزيد أكرم وفادة نساء الحسين، ليس هو. نقلت لك الطبري والبلاذري وغيرهم. اسمع هذه الرواية، هذه في تاريخ في الطبقات لابن سعد. لماذا التركيز على ابن تيمية؟ التركيز على ابن تيمية يا أستاذ يونس والسيد ميثم، التركيز عليه لأنهم يعلمون علم اليقين أن ابن تيمية نقل الحدث صراحة كأنك تشاهده مشاهدة العين. يعني هو دليله لأنه فقط شيخ الإسلام، يعني هو ليس قويا عند جميع المسلمين حتى يعني نصفه بأنه ينقل الحدث كما هو. هل كان حاضرا حتى ينقل الحدث؟ نعم، نقل الحدث بكل حيادية. ثم ابن تيمية لما ينقل الحدث ينقله بإسناده، ينقله مدعما بالأدلة، ثم ينقض على هؤلاء الذين يدعون باطلا وزورا أن النساء ثبيت وأن الهاشمية ثبيت وأن يزيد فعل وفعل. يقول هذا كله باطل، أعطونا دليلكم. يقول أعطوني دليلكم. كلما استشهدتم به من رواية أبو مخنف. من هو أبو مخنف؟ هذا أبو مخنف شيعي محترق كذاب، قالوا عنه كذاب. سبحان الله، قبل قليل أنت استشهدت برواية يدعي كذبا وزورا. طيب. أن يزيد أساء التعامل مع بنات الحسين أو نساء الحسين، ما يصدق عقل هذا الشيء. طيب أبو عائشة، شكرا لك شيخ أبو عائشة. هنا أعود إليك بعد قليل. سماحة السيد، يعني قول ابن تيمية هو الأساس، وما جاء به باقي العلماء لا يمكن الأخذ به أبدا، حتى ولو كان يخالف ابن تيمية، ولو كان الجميع متفق على خلاف ابن تيمية في هذا الكلام. ماذا تقولون؟ والله ما أدري. أنا الآن هو قبل قليل يستشهد بكلام الطبري ويقول رواية صحيحة الإسناد، وذكرنا أنه رواية هي رواية أبي مخنف، وهو الآن يقول أبو مخنف كذاب، ويعيد ويكرر نفس القضية. ما أعرف أنا الآن يعني أقبل من. أنا هسه الآن أسأل أبو عائشة، أنا عندي ابن تيمية اثنين، ابن تيمية في منهاج السنة وابن تيمية في مجموع الفتاوى. زين، ابن تيمية في منهاج السنة يقول ما سبيت هاشمية قط. هو سماحة السيد هذا كذب، ما يذكرونهم من إرسال عيال الحسين وذهابهم إلى يزيد، هذا الكلام كذب. هو أغلب الآن عندي ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هذا أمامكم كلام على الشاشة. نعم. تفضل، هذا كلامه وقرأته قبل قليل. يقول فطلب منهم أن يعيدوه إلى أن يقول حتى قتلوه وقتلوا طائفة من أهل بيته وغيرهم، ثم حملوا ثقله وأهله إلى يزيد بن معاوية إلى دمشق. يعني أصدق من؟ ابن تيمية الذي في منهاج السنة أم أصدق ابن تيمية الذي في مجموع الفتاوى؟ أي واحد منهم أصدق به أبو عائشة؟ أنا الآن عندي ابن تيمية اثنين، من الصادق منهم ومن الكاذب؟ هو سماحة السيد تسمعني؟ أسمعك أستاذ. فقط وسماحة الشيخ أبو عائشة، يعني إذا كان أبو مخنف كذابا، يعني نجد أكثر علماء أهل السنة إذا لم أقل جميعهم صححوا رواياته، وهذا أيضا الدكتور محمد البرزنجي كذلك صحح رواياته.
هو الآن قبل قليل صحح رواية أبو مخلف، هو نفسه استشهد بها وقال رواية في تاريخ الطبري رجالها ثقات، والرواية كما قال عنها المحقق في سندها لوط بن يحيى أبو مخنف، هو قبل قليل نفس الكلام قاله. صحيح. فهؤلاء أستاذي مع احترامي للشيخ أبو عائشة ما تجد عندهم دليل ثابت، دليلهم اتباع الهوى. نفس كلام ابن تيمية الآن، تارة ينفي ذهاب رأس الإمام الحسين عليه السلام أو إرسال نساء الحسين إلى يزيد، وتارة يثبت، فهذا من التناقض. طيب الآن ابن تيمية أستاذنا العزيز، نعم، ابن تيمية نفسه في كتابه منهاج السنة النبوية يتكلم عن قضية مشابهة. خلينا نشوف ماذا يقول إخواني، وماذا رأي أبو عائشة بهذا الكلام. هذا أمامكم على الشاشة، أرجو أن تنتبه أخونا أبو عائشة. نعم. يتكلم عن عائشة يقول: ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها، بل كان في المعسكر من محارمها، مثل عبد الله بن الزبير ابن أختها، وخلوة ابن الزبير بها ومسه لها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم. وأما العسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كان في المعسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأجانب، ولهذا دعت عائشة على من مد يده إليها وقالت: يد من هذه؟ أحرقها الله بالنار. وهم يقولون أن محمد بن أبي بكر حينما أحرقه جيش معاوية وضعوه في جيفة حمار وأحرقوه، يقولها دعوة عائشة. طيب خال المؤمنين قتل خال المؤمنين. المهم فقال: إي أخي في الدنيا قبل الآخرة، فقالت: في الدنيا قبل الآخرة، فأحرق بالنار بمصر. ابن تيمية يؤيد أنه قتل محمد بن أبي بكر بناء على دعاء عائشة. قتله جيش معاوية بن خديج وعمرو بن العاص، وضعوه في جيفة حمار وقتلوه. طيب ولو قال المشنع، هنا الكلام موضوع الشاهد، أنتم تقولون إن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ولم يفعل بهم إلا من جنس ما فعل بعائشة، حيث استولي عليها وردت إلى بيتها وأعطيت نفقتها، وكذلك آل الحسين استولي عليهم وردوا إلى أهلهم. هذا صار عندنا ابن تيمية ثالث أستاذ يونس، صار عندنا ابن تيمية ثالث أيضا هنا يقر بالسبي والاستيلاء على أهل البيت. ولكن اسمع ماذا يقول: وأعطوا النفقة، فإذا كان هذا سبيا واستحلالا للحرمة النبوية، فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يشنعون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بنت الحسين، وإنها قالت لا لله حتى تكفر بديننا. وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا من علي، هو يقول رضي الله عنه، أن يسبي من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنم أموالهم أعظم جرما من هؤلاء، وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها. الآن ابن تيمية يقر بالسبي نساء الحسين عليه السلام، ولكن يقول أن وقوع السبي على نساء الحسين هذا كما فعل جيش علي بن أبي طالب عليه السلام بعائشة. يقول: فإن كان هذا سببا واستحلالا للحرمة النبوية، يعني سبي نساء أهل البيت استحلال للحرمة النبوية، إذا كان استحلالا فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله صلى الله عليه. شيخ أبو عائشة، هل فعلا صدق ابن تيمية أنه عائشة سبيت واستحلت حرمة النبي صلى الله عليه وآله كما يقول ابن تيمية؟ تفضل. طيب هذا سوف نجيب عليه بعد الفاصل ضيفي العزيزين، أعتذر منكما. بعد الفاصل نعود للإجابة ولاستكمال هذا الحوار. أحبتي فاصل أخير فابقوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الأعزاء. نكمل على بركة الله أحبتي مع ضيوفي الأعزاء سماحة السيد ميثم الموسوي وفضيلة الشيخ عبد العزيز الشريف. حياكم الله، مرحبا بكم مجددا. حياكم الله. طيب
الآن أنتقل إليكم سماحة الشيخ أبو عائشة. قبل أن تنتقل بس أعيد السؤال للشيخ أبو عائشة، أعيد السؤال له حتى يجاوب عليه إن شاء الله. تفضل. لأنه صار فاصل يمكن أنه نسى السؤال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية هذا النص، يقول: فإن كان هذا سبيا واستحلالا للحرمة النبوية، يعني سبي نساء الحسين، فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا شيخ أبو عائشة، هل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، هل أمير المؤمنين سبى عائشة كما يقول ابن تيمية، أم أن ابن تيمية أخطأ أو كذب؟ ماذا تقول؟ أولا أشكرك على هذا السؤال الجميل. أولا ابن تيمية لم يخطئ ولم يتناقض، وكلامه صحيح جدا جدا جدا. لكن ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول: فإن كان هذا يا شيعة تعتقدونه سبيا، يعني أن حرم الحسين ونساء حملنا إلى يزيد معززات مكرمات، فإن كنتم تسمون هذا سبيا فعندئذ أم المؤمن عائشة قد سبيت، لأن علي بن أبي طالب قد ردها إلى المدينة معززة مكرمة. اقرأ العبارة جيدا يا سيد ميثم ولا أكاد أن تخفى عليك. ماذا يقول؟ يقول: فإن كان هذا سبي، يعني نتنزل معكم، يقول نتنزل معكم. إن كان هذا سبي واستحلال للحرمة، فعندئذ نقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد سباها الإمام علي عندما أرجعها إلى المدينة معززة مكرمة ومعها من يحرسها. هذا هو الذي يقوله ابن تيمية. ابن تيمية هنا يعمل مقارنة. ابن تيمية أيضا لا يقر بالسبي ولا يعترف به ولا يعتقد به، ويقول ما سبيت هاشمية قط. وعندما يذكر في منهاج السنة أن هناك من سبى الهاشميات، فهو يقول أن الرافضة هم الذين سبوا الهاشميات عندما أدخلوا التتر إلى بغداد. أنتم من تسببتم في سبي نساء النبي وفي سبي نساء الحسين وفي سبي نساء الهاشميات كما يقول ابن تيمية، لأنكم أنتم من أدخلتم التتر للعراق. ولكن هذا جاء بعد واقعة كربلاء بكثير. كيف نعم يا أستاذ يونس. والآن يقول إن كان هناك سبي فمن تسبب فيهم الرافضة عندما أدخلوا التتر للعراق. أيضا ابن تيمية هنا يتنزل، ترى هو كل كلام متنزل. ابن تيمية يقول فإن وإن يقرأها السيد ميثم معروف. ابن تيمية في رده يتنزل ثم يأتي بالضربة القاضية بعد ذلك. سبحان الله. شوف كيف مشى السيد ميثم، مشى مع ابن تيمية، مشى وفي النهاية ابن تيمية ماذا فعل به؟ قال يا سيد ميثم أنتم يا شيعة إن كان هذا الذي حصل لبنات الحسين أنهن ذهبن إلى يزيد معززات مكرمات وقام بإكرامهن، فإن كنتم تقولون أن هذا السبي، فهل ما فعله علي بن أبي طالب بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما أكرمها وأذهب وجعل معها من يحرسها وأعادها إلى المدينة معززة مكرمة، هل هذا فيكون هذا سبيا؟ شوف كيف يعني هو يتنزل ثم يأتي بالأدلة الدامغة التي تدل على فقه هذا الرجل وعلى عظيم معرفته وتعمقه في المسائل. ثم إن ابن تيمية ليس هو الوحيد الذي قال أن يزيد أكرم الوفاد. يا رجل أنا أقرأ لك من تاريخ الطبري، أقرأ لك من الطبقات، أقرأ لك من أنساب الأشراف، يعني هؤلاء الذين تكلموا عن إكرام الوفادة تغض عنهم الطرف، ثم لا تأتي لابن تيمية تقول ابن تيمية. طيب يعني أبو عائشة، شيخ أبو عائشة عزيزي، لدي سؤالين أنا عبر الإيمو وصلاني. الأخ مخلص من العراق يقول: لماذا لا تقتدون بإمامكم أحمد بن حنبل في براءته من جرائم يزيد الكافر؟ والسؤال الثاني، أخ من إيران يسأل يقول:
سؤالي للشيخ أبو عائشة، إذا كانوا السبايا يعني أرادوا الذهاب بإرادتهم كما قلتم أنتم في بداية الحلقة، بإرادتهم ذهبوا إلى يزيد، فلماذا لا يذهبون إلى مدينة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذين السؤالين تفضل. أما السؤال الأول، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة هو يتكلم عن حكم فقهي ويتكلم عن أمور حصلت في عهد يزيد، لكنه لم يلعن يزيد ولم يقل لعن كما لعن غيره، بل قال بل إنه أورد يزيد في الذين له باب الزهد، أدخل يزيد ضمن هذا الباب. أحمد بن حنبل أدخل يزيد ضمن الزهاد. يا أستاذ مخلص فياض، ابن حنبل لو تقرأ كتابه من ضمن الذين ذكرهم من الزهاد يزيد بن معاوية، وتكلم عنه وبين زهده واستدلالاته وغير ذلك. فأحمد بن حنبل مثلنا ما يكره الرجل ولا يبغضه ولا يلعنه، ولكن هو يكره ما حصل في عهده. يعني لم يتبرأ من يزيد، أحمد بن حنبل لم يتبرأ من يزيد. ما تبرأ من يزيد. مسلم له حسنات وله سيئات وغير معصوم ويترحم عليه لأنه مسلم. فأنا لما أقول يزيد أقول يزيد رحمه الله لأنه هو حتى باعتراف أحمد بن حنبل بجرائم يزيد في واقعة الحرة وقتله للصحابة. يا أستاذ حتى في وقعة الحرب، حتى في ضرب مكة بالمنجنيق، حتى هذا عنده دليل ومستند من رسول الله. ابن تيمية تكلم قال إنما حصل من حروب الحرة وما حصل من ضرب مكة بالمنجنيق أن هؤلاء الذين ضربوا مكة وقاتلوا في الحرة هم لا يقصدون حرمة مكة ولا حرمة المدينة، إنما يقصدون من تترس فيها. طيب هنا كذلك من كلام أحمد بن حنبل فضيلة الشيخ أبو عائشة، سأله ابنه هل تحب يزيد؟ فماذا قال له أحمد؟ وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله؟ يعني هكذا هو يذكر. لا ثم قال له لماذا تلعنه؟ قال يا ومتى كان أبوك يلعن؟ صحيح؟ نعم. هل أحمد بن حنبل عندما قال هذا الكلام ويأتي ويورد يزيد في ضمن الزهاد، هذا رأي أحمد بن حنبل، ولا هناك من علماء السنة من لم يوافقه. فعندنا العالم يصيب ويخطئ وغير معصوم. ويزيد كما تعلم قائد من قوات المسلمين وأمير لهم وخليفة لهم وملك من ملوك الإسلام، حصلت في عهده أشياء وأشياء لكنه غير معصوم. وابن تيمية رحمة الله عليه يقول له حسنات وله سيئات. والغزالي يقول أن يزيد مسلم وصح عندنا إسلامه ولم يصح عندنا كفره ولا يجوز لعنه. الغزالي يقول لا يجوز لعن المعين، فيقول لا يجوز لعن يزيد. ويزيد أيضا مسلم وقد تاب وحسنت توبته وأمره إلى الله عز وجل. ولهذا الغزالي يقول قتلة الحسين إذا لم يتوبوا فيلعنون، أما إذا تابوا وحسنت توبتهم فلا يلعنون، لأن التوبة تجب ما قبلها. وقتلة الحسين لم يكونوا. وهل صح عنهم أنهم تابوا؟ الأصل في المسلم أنه يتوب. الأصل في المسلم أنه يتوب. نعم. أي مسلم يتوب. أستاذ يونس. نعم سيدنا. طيب يزيد بن معاوية يقول صح عنه أنه تاب من ماذا؟ ما سمعت، ما هو السؤال؟ يقول السيد أن يزيد صح عنه أنه تاب من ماذا؟ تاب مما حصل في عهده من هذه الأمور التي لم يكن يريدها ولم يكن يعني قاصدها، وإنما حصلت غصبا عنه. إذا كان لم يفعلها، أنت الآن تتوب من شيء لم تفعله؟ شوف، المسلم يتوب من ذنب قد حصل ويتوب أيضا من أمور
قد تحصل وهو لا يعلمها، ولذلك يقول اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم. هكذا المؤمن. لا احنا نتكلم عن مسألة الحسين عليه السلام. أنت قلت تاب بخصوص هذه المسألة. نعم حتى في مسألة الحسين. ما هو دوره في قضية الإمام الحسين حتى يتوب؟ إذا كان ما فعل شيء لماذا يتوب؟ نعم حتى في مسألة الحسين يزيد رحمه الله عندما قتل الحسين أظهر عليه التوجع والبكاء، فعندما يتوب يزيد ويستغفر يخشى أنه يعني قد حصل منه شيء لا يدري عنه، ولكن يعني هو أخواني يعني يزيد يخشى أنه حصل من عنده شيء وهو ما يدري به، يعني ما يدري به مثل حينما كان يسكر ويشرب الخمر كما يقول الذهبي، يعني فعله وهو هذا ما سكران يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أستغفرك فعل هذا الشيء. هل هذا الشيء فعله حينما كان سكران كما يقول الإمام الذهبي، حينما كان يشرب الخمر ويسكر يعني ما يدري بهذا الفعل، أو كان صاحي؟ قلت لك قضية شرب الخمر وقراءة آدم هذه لم تثبت بأسانيد صحيحة وكلها أقوال علماء. الآن هذا الشيء الذي أنكرته، الشيء الذي أنكرته قلت إنه دافع عن ملكه في قضية الحرة وحق لهم أن يقاتلهم، ما في مشكل يقاتلهم. طيب هذا ابن تيمية يقول فإن أهل المدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد 3 أن يدخلها بالسيف ويبيحها 3، فصار عسكره في المدينة النبوية 3 يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. يعني هل الدفاع عن يزيد دفاع عن ملكه بافتضاء الفروج المحرمة مثلا؟ أم إن ابن تيمية الذي قبل قليل أنت قلت عنه هو في الحديث أفهم من مسلم، وإذا قال عن الشيء فهو هذا صحيح ولا ينازعه في ذلك منازع. طيب الآن إخوان الأعزاء الأفاضل، هذا كتاب السنة للخلال، هذا أحمد بن حنبل كتاب السنة للخلال أمامكم على الشاشة، والسنة الصحيح كما يقول المحقق في هنا في هذه الصفحة برقم 845 يقول أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قال هو فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي. ما شاء الله، أصحاب النبي، أنتم الذين أصدعتم رؤوسنا بهم، الآن جعلتهم تحت نعل يزيد بن معاوية. هل قد عندكم الصحابة رخيصين يعني؟ والله ما لكم علاقة بالصحابة. أنتم الآن أنتم ناس أمويين، أنتم ناس يزيديين، لأنه إذا تضارب الصحابة الآن مع يزيد جعلت الصحابة تحت نعال يزيد، وهذا السنة الصحيح. يقول قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي وفعل. قلت وما فعل؟ قال نهبها، سرق المدينة. قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. طيب لا يقول إسناده صحيح، إسناده صحيح. فأنتم لا تتغنون بعد ذلك بحب الصحابة والقرابة، لا، أنتم ناس أمويين، أنتم ناس يزيدين، أنتم أتباع يزيد بن معاوية، لكنكم تخشون من التصريح، حقيقة تخشون من التصريح. لماذا؟ لأنه أخواني الأعزاء كما يقول ابن كثير والذهبي وغيره إنه في واقعة الحرة قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما بين 700 إلى 800 إلى 800 من الصحابة قتلهم يزيد بن معاوية، و10,000 من وجوه الناس. نعم. هؤلاء وجوه الناس من أبناء المهاجرين والأنصار. وافتض بكارة 1000 عذراء بالقليل، حتى ابن تيمية يشهد بهذا الشيء. والآن يقول لك من حق يزيد بن معاوية أن يفعل ذلك، لأنه إنما يدافع عن سلطانه. أرجع إلى ابن تيمية وأختم به. ابن تيمية الحراني في مجموع الفتاوى يا أبو عائشة، يبدو أنك ما سمع الزين، شوف أخونا العزيز. نعم. ابن تيمية ماذا يقول؟
هنا انتبه هنا، شوف مجموع الفتاوى، شوف أخونا العزيز. يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول فأن أن يقول بأي وجه يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عقروا بعيرها وسقطت من هودجها وأعداءها يطوفون حولها كالمسبية، يطوفون بها كالمسبية التي أحاط بها من يقصد سباعها. ومعلوم إن هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها وتسليط الأجانب على قهرها وإذلالها وسبيها وامتهانها. يقول أعظم من إخراجها من منزلتها بمنزلة الملك العظيم المبجل. يعني يقول إنه الذي فعله علي بن أبي طالب مع عائشة هذا في مظنة الإهانة لأهل الرجل، يعني لأهل النبي، وهتكها، يعني علي بن أبي طالب هتكها، وسبائها وتسليط الأجانب على قهرها وإذلالها، نعم، وسبيها وامتهانها، أعظم من إخراجها من منزلها. الآن هل فعلا علي بن أبي طالب فعل كل هذا بها شيخ أبو عائشة؟ هل فعلا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هتك حرمة عائشة؟ هل علي بن أبي طالب عليه السلام أساء إلى عائشة؟ هل أهان عائشة؟ هل هتك حرمة عائشة؟ هل سلط الأجانب عليها كما يقول ابن تيمية وامتهانها؟ امتهن عائشة؟ تفضل أبو عائشة. تفضل شيخ أبو عائشة. طيب، أولا دعني أرد على قضية استباحة المدينة. أولا الروايات التي تقول باستباحة المدينة هي روايات شيعية، وأيضا روايات شيعية غير معقولة أصلا. ما الدليل على أنها روايات شيعية؟ سأبين لك. فهي تذكر أن يزيد أوصى الجيش باستباحة المدينة 3 أيام بلياليها، نعم، يعبثون بها ويقتلون الرجال ويأخذون المال والمتاع، وأنهم سبوا الذرية وانتهكوا العرض، حتى قيل أن الرجل إذا زوج ابنته لا يضمن بكارتها. ويقول لعلها افترضت في الواقعة، وأن عدد القتلى بلغ 700 رجل من قريش والأنصار ومهاجرة العرب ووجوه الناس و10,000 من سائر القوم، وقد أنكر شيخ الإسلام ذلك. هل يعقل حدود ذلك كله في عصر التابعين والصحابة دون أن نجد أي ذكر لذلك في الرواية السنية؟ فعلى الباحث المهتم بهذا الأمر ألا يتسرع في الأخذ برواية أبي مخنف الكذاب. الاستباحة كلها جاءت عن طريق أبي مخنف، ولكن قلنا لك أن أغلب العلماء وثقوه يا شيخ أبو عائشة وصححوا رواياته. يعني ابن تيمية يأخذ بكلام أبي مخنف؟ ابن تيمية يأخذ بكلام أبي مخنف، يعني يروي الأكاذيب ويروي الأباطيل. ثم إن رواية أهل السنة التي جاءت عن رواة ثقات مثل ابن عوان بن الحكم ووهب بن جرير. ابن عوان متوفى سنة 147 ووهب بن جرير متوفى سنة 206. لو وجدنا تناقضا واضحا حيث لم يرد في هذه الروايات السنية ما يشير إلى الاستباحة. هم يقولون حصل قتل، نعم حصل قتل، ما قال شيء، حصل قتل، لكن الاستباحة والاعتداء على النساء والاعتداء على الفروج هذا ما صح منه شيء ولم يثبت منه شيء. فعندما يتكلمون عن إباحة المدينة وقتل الصحابة بما جاء عن أبي مخنف وغيرهم من الرواة الذين يأتون بالأباطيل فيقولون هذا ما حدث ولم يحدث. ولكن يقولون أهل السنة يقولون نعم حدثت معركة حتما وقتل البعض حتما، كما أسفرت هذه الواقعة عن فقدان كثير من الأشياء المادية والعلمية وحرقها، وثبت أن أهل الشام قد أخذوا بعض الأشياء التي تخص هذه المدينة، لكن ليست بالصورة التي يذكرها السيد ميثم استباحة وفروج والسيد ميثم نقلها من مصدر، لم يأتي من عنده، يعني لم يأتي بكلام من عنده، نقل من مصادر. يا أستاذ العبرة بالرواية وبالسند.
أقول لك هذه رواية الاستباحة كلها روايات شيعية آتت عن طريق أبي مخنف الكذاب الذي يروي الأباطيل والمناكير وأحاديث غير صحيحة، وقد تعقبها العلم وحكموا عنه بأنه كذاب. يقولون لوط بن يحيى الكذاب، أبو مخنف الكذاب، يصفونه هكذا. فأنت تأخذ رواية كذاب لكي تطعن في يزيد أو تطعن في دولة بني أمية بدون وجه حق، بسبب أنهم قاتلوا ابن بنت رسول الله أو قتلوه. يا رجل هذا ما يعقل. ثم إن قضية القتل وما حصل، قلنا لكم أن يزيد بريء من قتل الحسين ومن تلويث يده بدم الحسين، ونقول لكم أن يزيد لم ينكت على ثنايا الحسين، وأن يزيد لم يسئ إلى حرم الحسين، بل أكرمه، بل إنه أعطاهم حتى فلوس، أعطاهم دراهم، أعطاهم مال، أعطاهم حتى أغناهم، وأنزلهم مكان مناسب لائق بهم. فكل هذه الروايات تغضون الطرف عنها. شيخ أبو عائشة شكرا جزيلا لك، أشكرك. سمح السيد، الباقي من الوقت دقيقة أو أقل، إذا عندك شيء بسرعة لو سمحت. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. أخواني المشاهدين الكرام، كما سمعتم قبل قليل هو يصحح كلام ابن تيمية ويقدمه على مسلم صاحب الصحيح. الآن صار يكذب ابن تيمية ويقول إن روايات الحرة إنما هي عن أبي مخنف، وهذا كذب، ليست هنا. ارجع إلى البداية والنهاية. ابن كثير في البداية والنهاية يقول: قال يعقوب بن سفيان، قال وهب بن جرير، قالت جويرية حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على رأس 60 سنة، ولو دخلت عليهم من أبطارها ثم سألوا الفتنة لأتوها. قال: لأعطوها، يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة. يقول: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وتفسير الصحابي في حكم المرفوع عند كثير من العلماء. نعم. قلت: وكان سبب وقعة الحرة إن وفدا من أهل المدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم إلى أن يقول، ورأوا ما يقع من، ونقلوا لأهليهم، ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح في شربه الخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر، فاجتمعوا على خلعه فخلعوه عند المنبر النبوي. فلما بلغه ذلك بعث إليهم سرية يقدمها رجل يقال له مسلم بن عقبة، وإنما يسميه السلف مسرف. هذا السلف يسمون قائد جيش يزيد مسرف بن عقبة. فلما ورد المدينة استباحها 3 أيام، فقتل في غضون هذه الأيام بشرا كثيرا حتى كاد لا يفلت أحد من أهلها. وزعم بعض علماء السلف إنه قتل في غضون ذلك 1000 بكر، فالله أعلم إلى آخره. طيب سمحت السيد، جزاك الله خير، الوقت انتهى. هذا كلام علماء السلف، هذا كلام ابن كثير، لا كلام أبو مخنف ولا غير أبو مخنف. أحسنت سمحت السيد، جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. وأشكر كذلك فضيلة الشيخ أبو عائشة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ضيفي العزيزين. ألقاكم الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. أحبتي، نلقاكم على خير الأسبوع القادم. كونوا معنا وشاركونا بمداخلاتكم وأسئلتكم. في أمان الله.